بسم الله الرحمن الرحيم. هنشرح ازاي اعمل مزود او خادم سيرفر VPN. يبقى انا الماستر واعمل يوزرات اكريتها لناس تانية تسحب مني انترنت. يعني انا اوصل لجهازي الخادم انترنت بسرعة عالية او قوة عالية، والابلود بتاعه يكون عالي عشان اقدر اخرج سرعات او اعمل مشاركة بيني وبين جهاز تاني في اي بلد تانية يشيل نفس الشغل بتاعي بالظبط. هنشوف هتعمل ازاي مع بعض واحدة واحدة. نجيب ماي نتورك، كليك يمين بروبرتيز وسيتنج. تمام، وهنجيب شينج ادابتر سيتنج. هنمسح الاتصال ده والاتصال البرودباند مسح، وهنعمل اتصال جديد. عايزين بس نفتح دهيت. ايوه، ميني بار عشان نجيب كلمة فايل، نيو لوكيشن كونكشن. تمام، هنعمل يوزر جديد وهنسميه VPN وليكن مثلا 1، والباسورد هنخليه 3 ستات، ونعيده تاني كمان 3 ستات. اوكي، ونعمل نيكست ونعلم على دي ونيكست. تمام، نختار البروتوكول بتاع الايباد بروبرتيز ونعلم هنا، ونحدد الرينج الايباد اللي احنا كنا اخترناه في الراوتر، اللي العميل لما يربط علينا يظهر له ما يزيدش عن عدد معين احنا بنحدده. يعني 192.168.10.200. يبقى الجهاز بتاعي اصلا ايباد 192.168.10.200، ده الجهاز الخادم الاي بتاعه. يبقى اللي بعد هياخد من اول 201 202 203 لحد 254. تمام، يبقى 192.168.10.254، او حسب ما انا احدد من اول 100 او من اول 200 حسب العدد الوزارات اللي انا اكريتها بعد كده واختارها، وعاوز يكون معايا في السيرفر كام مستخدم وكام عميل اقدر او يقدر يخش معايا بالوزارات اللي انا اقدر احددها. اختار اوكي وابلاي اكسس واستنى لحد ما يفعل عمل اكونت اهو. تمام، وهنا اهو قال لي الكمبيوتر بتاعك اسمه ديسكتوب بكذا، ده اسم الجهاز او الخادم اللي انا هشتغل بيه بعد كده. كلوز. تمام، هنختار كده تاني. تمام، يبقى الخادم بتاعي اهو كده، الخادم تم او اتعمل. هنا اقدر اكريت يوزرات تاني، يعني عايز اعمل كمان يوزر غير VPN 1 او نيو. تمام، واقول VPN 2 واعمل اليوزر التاني مثلا 3 خمسات، واعيده تاني 3 خمسات واقول له اوكي. تمام، واقف على كده بروبرتيز. تمام، يبقى كده عملت انا يوزرين VPN 1 VPN 2 حسب ما انا عايز اعمل. ونفس الريجربات، يعني لو اخترت انا كده على يوزر 2 واقول نتورك، والايبيهات هي نفس الايبيهات واحدة، يعني هو بيقول لي اقدر اكريت معاك كام توتال 55 يوزر. طبعا هي من 200 ل 254 ل 54 يوزر او حوالي 50 يوزر حسب ما انا يعني ما هيجيب المجموع بتاعه. اوكي اوكي. تمام،
هنعمل اتصال VPN ده عند جهاز العميل. يعني مثلا هشوف الاي بي بتاع جهازي كام اللي هستخدمه بعد كده. طبعا بجيبه من موقع ماي اي بي او بجيبه من الراوتر، تمام. وبعد كده بعمل اتصال في الجهاز التاني ده. خلاص كده الجهاز ده بقى خادم VPN، يعني كده خلاص بقى ده الجهاز الخادم بتاعي اللي انا موصل عليه انترنت ثابت بقوة ابلود عالية، تكون 8 ميجا 10 ميجا 20 ميجا الابلود، عشان اقدر اوزع عن طريق الانترنت لاي خطوط فري مفتوحة. شكرا، الحديث بقية.